مساء الخير، عاملين ايه؟ اتمنى ان الكل يا رب دايما يكون بخير. الفيديو ده تحديدا للمتجوزين بصفة عامة وللرجالة بصفة خاصة. من فضلكم يا ريت تخرجوا من نطاق ان انتوا زوج وزوجة، خليكوا صحاب. حاول تبقى مراتك صاحبتك، احكي لها اسرارك، خليها سرك منها نفسها. وانتي كمان حاولي لما جوزك يجي يخليكي انك صاحبته ما تخونيش امانته. افصلي ما بين انك مراته، حتى لو قالك حاجه يعني هتطلع غضبك، هتخليكي تغيري، هتخليكي عايز تقرميه. حاولي تتملكي اعصابك وافصلي ما بين ان انت صديقه او انت كانك واحد صاحبه وبين ان انت مراته. كذلك الراجل، خليك صاحب لمراتك، خليك صديقها، خليك ابوها قبل اي حاجه في الدنيا. افصل بين ده. خليها لو زعلانه منك تيجي تقولك انا زعلانه منك، زعلانه من كذا، تيجي انت او هي عايزين تتكلموا. لا انا دلوقتي عايز اتكلم مع صاحبي فلان، او انا دلوقتي عايز اتكلم مع صديقي فلان. خلي عندكم الحكمه بتاعت انكم تفصلوا ما بين جوازكم وبين انكم اصدقاء. الجواز في لحظه بينتهي. الجواز في الاول وفي الاخر لو نفسكم بتقلصوه لحد ما بتقولوا اصل احنا عايشين عشان خاطر الولاد، اصل احنا عايشين عشان خاطر مش عارفه ايه. بس ربنا ما خلقناش عشان كده. ربنا خلقنا وجعل لنا من انفسنا ازواج عشان نكون موده وسكن ورحمه وحب، ونراعي بعض ونفهم بعض ونحس ببعض ونريح بعض ونكون كل حاجه حلوه لبعض. انت بتسيب اهلك وهي بتسيب اهلها، ده تبقوا مع بعض اهل وعيله ودنيا، وفي الاخر بتخلفوا واولادكم بيسيبوكوا وترجعوا تاني لوحديكم. عشان لازم في الاول وفي الاخر تفضلوا صحاب واصدقاء قبل ما تكونوا زوج وزوجه، قبل ما تكونوا قرايب، قبل ما تكون اب وام. انتوا صحاب. حافظوا على بعض وقربوا لبعض وعيدوا حساباتكم اول باول وعاتبوا بعض في نطاق الاحترام والادب. وخلي دايما ما بينكم الاحترام والحب قدام الناس وما بينكم ولوحدكم.